السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده بس بطريقة سهلة، وزي ما اتعودت معاكم وما عودتكم ان احنا نعمل كل الوصفات اللي بنشوفها ونفسنا فيها، بس بمقادير على قد الايد، مش مكلفة زي اللي بنشوفها في الفيديوهات ولا بنشوفها عند اي حد تاني. هنا استخدمنا كوبايتين مية، معاهم كوبايتين دقيق، معاهم نص معلقة خميرة فورية، معلقة سكر صغيرة، وذرة ملح وشوية فانيليا. ضربناهم بالمضرب السلك، لما قوامهم ناعم نسيبهم على جنب. طبعا عجننا بمية دافية عشان احنا في الشتاء. هنعمل كريمة الحلويات: نص لتر حليب، معلقتين ونص نشا كبار، معاهم معلقتين ونص سكر، معاهم معلقة كبيرة هرمية كريم شانتيه، وشوية فانيليا. ولو عندك بقى قشطة، كريمة لباني، اي حاجة انت حابة تزوديها وموجودة عندك بالفعل تقدري تضيفيها وتجودي من قيمة الكريمة بتاعتك. حابة تعمليها بصوص الشوكولاتة تقدري تضيفي كاكاو خام اسباني مع مكعب زبدة او كام مكعب شوكولاتة كده على بعض وتعمليها كلها. انا عملتها معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات، كانت حلوة جدا جدا وطعمها تحفة يا جماعة. خلاص قلبت الكريمة لحد ما القوام بتاعها تماسك، سبتها على جنب تبرد، وبعدين ابتديت على طول، مفيش حوالي ربع ساعة او 10 دقايق ابتديت في القطايف. طاسة تيفال، طبعا كلنا بقى عندنا طاسات تيفال سخنة جدا، نزلت بيها بمعيار كده، اي معيار عندك انت حابة تستخدميه. بس انا هنا هعمل القطايف بتاعتي كبيرة شوية، مش كالعادة صغيرة، لان انا هعملها بطريقة مختلفة. فزي ما انتوا شايفين تبارك الرحمن، القطايف ناجحة جدا، حلوة قوي والمفتحة. الاخرام بتاعتها كده، عايزة تعرفي النتيجة بتاعتك بتاع القطايف ناجحة ولا لا. اول حاجة الاخرام بتاعتها ما تبقاش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، تبقى متوسطة. في نفس الوقت الطعم كمان يبقى حلو، تبقى طرية معاكي كده وجميلة. ولا ضفنا دقيق سميد ولا لبن بودر ولا الافتكاسات اللي احنا بنسمع عنها. طبعا دي ممكن تكون مش افتكاسات عشان ما حدش يزعل مني، بس انا بجد بامانه يعني في ناس كتير جدا وانا منهم ما عنديش لبن بودر. ومش معقول عشان في حلويات رمضان كل وصفه هستخدم لبن بودر، هجيب مثلا لبن بودر بقد كده وفي نفس الوقت ممكن يكون مغشوش مش نضيف. فانا هعمل معاكم الوصفات كلها اللي انتوا عايزينها بدون استخدام لبن بودر وبدون استخدام اي مقادير تانية مكلفة عليكم. زي ما انتوا شايفين بنجيب قطعة قماش نظيفة نفردها نصها كده، نرص عليه القطايف اول ما تطلع من الطاسة، ونغطيها بالنص التاني لحد ما تبرد تماما. بتبقى القطايف طرية معانا وجميلة جدا وحلوة قوي بجد، ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة، سهلة فوق ما انتم متخيلين. شايفين درجة التسوية؟ احنا طبعا بنشيلها من الطاسة لحد ما نلاقي القطايف من فوق شكل العجين ابتدى يختفي كده وتستوي، وبنقوم شايلينها على طول. نكمل بقى الوصفة بتاعتنا. القطايف بتاعتي حطيتها في الشربات وطلعتها كده، صفيتها من الشربات، وبعد كده الشربات طبعا كوبايتين سكر على كوبايتين حليب يغلوا لمدة 10 دقايق لحد ما القوام يبقى تقيل معانا. وبعد كده بنضيف فانيليا او عصرة ليمون لو موجود عندك، حاجة من الاتنين. بعد كده برشها في طبق كده زي ما انتوا شايفين، وبجيب الكريمة في كيس حلواني او كيس تلاجة، وبحط كده بحشي الكريمة من جوه خالص لبره كده، بملاها كريمة. عايزة اقول لكم نص القطايف اتاكل. انا يعني فطرنا ودخلت اكمل القطايف، كنت حاطة فرشة طبقة قطايف كده ومغطياها وفرشة طبقة فوقيها. انا رايحة بجيب الطبقة اللي تحت علشان اعملها احمرها، ما لقيتهاش. فقلت ايه ده، ما شاء الله تبارك الرحمن، الف هنا. الولاد كلوها حاف من قبل ما تتحشي من جمالها وحلاوتها، وعايزه اقول لكم تحفه. يا جربوها تعجبكم قوي ان شاء الله. حط لايك للفيديو لو عجبك، لو انت وصلت معايا لحد هنا والوصفه سهله وبسيطه كده وعجبتك. ولو اول مره تزوريني طبعا اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بامر الله. هنا في شوية مكسرات انا عاملاها معاكم برضو قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، مكسرات مشكلة طبعا على حسب مقدرتك. لو عندك حتى شوية سوداني دقيهم اطحنيهم وحطيهم كده على وش الكريمة،
تقدروا تحشوها بالجيلي، تقدروا تحشوها بالكريمة الفانيليا اللي انا عاملاها، كريمة الشوكولاتة، باللي انتوا عايزينه اللي في مقدرتكم اعملوه. يعني هنا يعني ما كلفتنيش حاجة خالص، انا لو شارية الطبق ده جاهز كده من بره انتوا عارفين هيبقى بقد ايه. احنا هنا ما كلفناش حاجة خالص، نص لتر حليب، كوبايتين دقيق، ومكسرات عندنا في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى من كل قلبي متنسوش لايك للفيديو، كومنت حلو منكم كده تشجيعا ليا. في رعاية الله، انتظروني في اكبر الوصفات.